مرحبا، رح نتعلم اليوم طريقة الصحيحة لحمام الشعر. هاي الطريقة بتنفع للشعر الدهني والشعر الجاف المصبوغ والمميش. أول شي منبلل الشعر بالمي كتير منيح، بعدين بناخد الشامبو ومنبلش نحطه على الشعر. الشامبو طبعا أنا بخلطه بشوية مي وبعدين بحطه على فروة الشعر دغري. بأطراف الأصابع ببلش تدليك وليس بالأظافر. بندلك فروة الراس كتير منيح لحتى ننظفها من الدهون الموجودة عليها والمتراكمة. بندلك من فوق ومن تحت ومن وراء الأذنين بشكل كتير منيح. بعدين بنوصل لأطراف الشعر بنعملها مثل المساج بحيث إنه ما يتشربك الشعر معنا. بس خلصنا الحمام الشامبو، إذا حبينا نعمل مرة تانية وثالثة إذا كان الشعر عنا كتير دهني، أما إذا كان الشعر عادي فزوم واحد بكفي. بنغسل الشعر كتير منيح بالشامبو، بنعصره منيح وبنجي لوقت البلسم أو حمام الكريم بنحطه على الشعر على الأطراف فقط مثل ما لكم شايفين. بندلك الأطراف كتير منيح، والبقايا اللي بيضلوا على إيدينا بنحطهم على جذور الشعر أو على منابت الشعر. بعدين لما بدنا نيجي نغسل البلسم ما بنحممه كتير، بنحط شوية مي فوق البلسم وبس بنعصر الشعر وبنقوم على تنشيف الشعر. لازم كل صبية بس لتحمم شعرها تنشفه بعد الحمام بالسشوار سواء كانت عاملة بروتين أو لا، لحتى ما تضل المي علقانة على الشعر ويتعب الشعر من الكلس الموجود على المي وينشف لحاله. هلا بنشف الشعر، انا هون بس نشفته تنشيف يعني ما سشورته سشوار نظامي، بس بفرشاية وتنشيف. اخر شي جبت نقطة من السيروم وحطيته على الاطراف لحتى يعطيني لمعة وحيوية للشعر ويضل الشعر مرطب معي كتير منيح. بعد ما حطينا السيروم باخد شوي من السشوار لحتى نشف السيروم بهي الطريقة، وهيك تتمتعي بشعر صحي ورطب وسهل التمشيط ووداعا للتشفير.